طيب الفيديو دوت هيبقى دبل. يعني احنا دلوقتي في الحد الفاصل ما بين الحي الثالث والحي الخامس، الحد الجنوبي للحي الثالث والشمال للحي الخامس. ده حرف الاف، هيبقى مزدوج فيديوهين، حي ثالث وحي خامس، الجنوبي للثالث والشمال للخامس. ده الحي الثالث حرف الاف، وده الحي الخامس حرف الاي. ده بالم هيلز المبنيه دي. اوكي، الحي الثالث حرف الاف، يليها حرف الاي. احنا ممكن نخش منطقة ونصور. حرف الاف فيه مباني بالفعل وفي شغل بالفعل، وحرف الاي برضو في مباني بالفعل وفي شغل بالفعل، وبيخلص بعد كده حرف الاف، يبدأ حرف الاي قصاده حرف الاو، وهكذا. معرفش هنا قافلين الطريق في الحد الفاصل ده، قافلين الطريق نفسه، فاحنا ممكن ندخل في الشارع الداخلي بتاع الحي الثالث حرف الاف، ونمشي جوه حرف الاف، نصور لكم الحي الثالث من جوه على قد ما نقدر. تعالوا بينا نشوف. واحنا داخلين من حرف الاف نخش بقى الحروف الداخليه، حرف الام، حرف الدي، وهكذا. بس خلينا نشوف. هنمشي بشكل عشوائي في الحي الثالث. ادي بالم هيلز. طبعا لما لفينا ودينا ظهرنا للشمس الدنيا بانت بمنتهى الوضوح. تمام، ادي كده ايه الحي الثالث، وادي بالم هيلز، وادينا بنصور فيديو الحي الثالث. يا بوي نزلت نازله، الحمد لله ان ايه العربيه ما اتخبطتش من تحت. وهنمشي بشكل عشوائي في الحي الثالث. حرف الاف من اكتر الاحياء هو حرف البي، الاي اسف، اللي فيه انشاءات ومباني في الحي الثالث. الحي الثالث الصرف اتعمل اهوت، في صرف اهو زي ما انتم شايفين. احنا بنصور في اواخر 7 واوائل 8 2023 عشان برضه نبقى عارفين. الحي الخامس اللي في وشنا هناك دوت ارتفعت فيه شغل كبير بصراحة من تخطيط وتسوية اتعملت في الحي الثالث، خدت مجهود كبير، لكن وده اللي أخر الإنشاءات والمباني بشكل كبير في الحي الثالث. دي كلها فواصل مناطق عمارات اهيت، وأدينا ماشيين برضو في الحي الثالث، بنعدي مناطق ورا مناطق ورا مناطق، بحيث اللي احنا ماشيين بشكل عشوائي في الحروف. الحي الثالث من جوه دلوقتي يا جماعه حرف الام، في حروف لسه عليها تشغيل وتسويه وهكذا، ادينا ماشيين فيها. الحروف الاخيره برضو في الحي الثالث فيها شغل. ممكن اقول لكم احنا ماشيين فين دلوقتي. برضو على يمنا دلوقتي حرف الاتش والجي والجي جوجل، والاي على شمالنا، طالعين زي مرتفع كده. الحروف ديت لسه بتخلص وتتجهز. اعتقد ده حرف الاتش في اخره، لسه في حاجات عايزه تتظبط. واللي على شمالنا ده حرف الاي، ده حرف الاي. ادينا ماشيين اهوت بشكل عشوائي. هي دي في الاخر وانت ماشي لانك ده حرف الام وحرف الان. يعني احنا ماشيين بشكل عشوائي في الحي الثالث، بنحاول قدر المستطاع نجيبه كله، يعني نلفه ونلف من حواليه بحيث ان احنا نصوره لكم. يعني الناس ماشيه هنا، السلام عليكم، الناس ماشيه هنا متفهمش يعني، طبعا مفيش تاريخ ابن يومين. وادينا ماشيين بايلق يعني. اللي هناك ده حرف الاف والانشاءات اللي فيه. ممكن نمشي كده برضو نشوف. في الاخر ده حرف الان، برضو نفس الفكرة. الشمس طبعا ضغطانة، لكن احنا طالعين. يا رب بس يكون الطريق مكمل معانا. اعتقد مش هيكون مكمل معانا،
اقل تقدير طلعنا في المنطقه العاليه، ماشيين كده احنا في حرف الام، واعتقد ان احنا هنطلع لحرف البي لو فضل الطريق مكمل، ومنه لحرف الاي. يعني بصراحه لاول مره انا شخصيا امشي في الجزء ده في الحي الثالث، واعتقد ان في شغل كتير جدا اتعمل في المنطقه دي. لو بصيتوا هتلاقي في وشنا حرف الاي وحرف البي. فيديو قوي برضو صورناه عن الحي الثالث، وادي الكومباوند اللي احنا كنا صورناه قبل كده. بصوا الحي الثالث حلو مستقبلا، حلو، لكنه فعليا محتاج وقت وجهد مش قليل. الحي الثالث دوت هياخد له عقبال ما يخلص مش اقل من 7 سنين، وجهة نظري يعني. يحيينا ويحييكم ربنا يستر، بس وتكون التكلفة بتاعت المباني والإنشاءات تكلفة معقولة. أنا دلوقتي داخل على حرف ما بين الدي والإيه، أعتقد يعني ده كده الإيه والدي، ده الشارع الفاصل ما بين الدي والإيه. المبني ده في حرف الدي، وإحنا طالعين هنخرج على الشارع الرئيسي بتاعنا اللي هو في وش ماونتن فيو كده. يبقى احنا صورنا لكم جزء كبير برضو من الحي الثالث بيت الوطن، بحيث ان انتوا تبقوا فاهمين تفاصيله. طبعا كنت دايما وما زلت بقول ان هو صخري، من اكتر الاحياء الصخريه اللي موجوده في بيت الوطن، والحي الثالث والاجزاء الشماليه اللي في الحي الرابع. عشان كده الحي السادس والثامن والتكميلي الكلام دوت هيسكنوا في الاول، حتى الخامس والسابع. السابع برضو ليه؟ لان السابع مش صخري قوي. مش عارف، ان شاء الله نلاقي مخرج ولا ايه يا صالح الحال يا رب. ادينا مشينا وان شاء الله نلاقي مخرج هنا، ولا مش عاملين مخرج؟ ان شاء الله هنلاقي مخرج. الناس داخله ايه شمال عشان يخرجوا، هنخش شمال وهنخرج معاهم. بس احنا كده صورنا لكم فيديو مهم في الحي الثالث، وضح لكم طبعا دي منطقة ايه. هي اكتر منطقة فيها مباني في الحي الثالث دلوقتي منطقة ايه ومنطقة اف. ده من وجهة نظري المتواضعة. شبكة الكهرباء اهي بدأت، كابلات اهي بدأت، حاجات تتحط. يعني اتمنى الحي الثالث ينتهي على خير. لو تشتري في الحي الثالث لازم تشتري من شركة تراست وشركة كبيرة عشان تضمن الناس دي تلتزم معاك، خصوصا ان في اوقات طويلة عقبال ما يخلص الانشاءات والمباني في الحي الثالث. ادينا خرجنا، ده الفيديو الثاني في الحي الثالث. ارجو ان هو يكون فاتكم. تحياتي للجميع.